السلام عليكم ومرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. دائما مع سلسلة حلويات العيد 2025. اليوم جبت لكم هذا الصابلي بزاف بنين محشي بطبقتين. هذا المول راهو توندونس راهو داير حالة في المواقع التواصل الاجتماعي، لكن كما عرفتوني دائما في وصفاتي اني نغير في الشكل تاعهم، نغير في الطريقة تاعهم، حتى اني نغير في لاباط ولا في الحشو ويكون عندي شيء متميز بيا انا. نروحو نبداو الوصفة تاعنا ونشوفو واش نحتاجو مقادير التحضير لهذه الوصفة. نحتاج 125 غرام مارغرين، نحتاج 2 مغارف كبار سكر كلاصي، نحتاج ملعقه صغيره لافاني، نحتاج رشه فقط تاع الخميره، نحتاج 2 كيسان فرينه ونشوف اذا نحتاج ولا لا، نحتاج حبه بيض كامله ونحتاج 2 مغارف كبار تاع الزيت ونلمو بالفرينه. طبعا وصفه نهار اليوم بزاف سهله بزاف بسيطه وبزاف بنينه. نقولكم ما تنساوش ديروا لي اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس اللي شافوا الفيديو لاول مره. بالنسبه اللي راهم يشاهدوا فيا ما تنساوش ديروا لي جيم وابوني وديروا لي كومنتير يكون شباب كيما نتوما. نروحو نحطو كلش ضربه واحده ونخلطو كامل مع بعض. شوفوا باه تسهلوا عليكم العمليه تاع الخدمه لازم المارغرين تاعكم تكون بدرجه حراره المطبخ. مثلا راكي تخدمي دوك في كاطو تاع العيد، المارغرين تاعك حطيها فوق البوطاجي وخليها، وعادي في بلادي راكي تخدمي بها تلقيها تسهل عليك الخدمه. انا هنايا كنت درت كلش مع بعض، خلطتهم قليلا فقط بالباتور، ورحت هنايا ضفت مغرفة كبيرة تاع كريمة البسكويت. راني كنت نعتها لكم من قبل، درت مغرفة فقط باه تمدلي البنة. هذه لاباط بزاف بنينة وماهيش غالية بزاف كيما المرجان. هنايا نخلط كلش جيدا نشوفوا لا كولور اللي نتحصلوا عليها تجي بزاف بنينة. هذا المول راهم ندير حالة في مواقع التواصل الاجتماعي وكامل داروه بالشيكولا وكامل داروه بالريشه، لكن اليوم انا حبيت نبدلو، حبيت نغير له الشكل تاعو، حبيت نغير له الحشو ونديرو كيما راني حابه انا، وعطاني نتيجه جد رائعه. يعني وصفه نهار اليوم بزاف بنينه. نقولكم ديروا لي جيم وابوني فقط باه يطلع لي الفيديو ويشوفوا اكبر عدد ممكن من الاشخاص. هنايا لميت العجينه تاعي، هنايا لميتها بزوج كيسان ونص تاع فرينه، يعني 2 كيسان ونص. لموا لي العجينه تاعي. شوفوا هنا نروحو نجيبو هذو ليمول، ما ندهنوهم ما نديرو لهم والو، فقط تحكمي العجينه تاعك تعدليها في الليمول، تسد فيها جيدا، تنحي لها هذاك الزيت وتعدي لها الحواشي تاعها. هنايا طلعوا الحواشي باه بعد حبه تجي فوق حبه. ونعطيكم نصيحه البنات، انا هنايا كانت تقطع لي المحبث ما كنتش على بالي بلي راني نصور. كي يطيبوا الحبات تاعكم ويخلصوا عقبوهم في العراب باه يتعدلوا ويجيو كل قد. هنايا نبيكيهم بالكرتون وندخلهم يطيبوا على درجه حراره 170 درجه. بالنسبه للحشو عفوا، عندي هنايا كميه من الكاكاو المهرمش، عندي كميه من الفيتين، وعندي هذيك لاباط اللي قلت لكم عليها رايحين نلموا بها الحشو تاعنا. هنا باه نكسروا الحلاوه تاع هذا الكاطو رايحين نزيدوا للحشو تاعنا، راح نزيدوا له مربى المشمش، لان مربى المشمش حامض وهذه راهي حلوه. هنا رايحين نكسروا هذيك الحلاوه. كما راكم تلاحظوا ضفت عطر اللوز باه يعطيني هذيك البنه. نخلط كلش مليح حتى نتحصل على حشو يكون طري ويكون شويه جاري باه يسهل عليكم الخدمه. شوفوا هنا كيف راه متماسك. دوكا كي نضيف له المربى المشمش رايح يمشي وحده كما راكم تلاحظوا. نعمر الحبات تاوعي، جهه نعمرها بهذا الحشو وجهه نعمرها بلاباطه تختيلي هاي تتباع برا، كريمه البندق اللي كنت خدمتها معكم كاين حتى اللي تتباع برا. هنايا نجي جهه نكلاصيها بالشوكولا بيضاء، كنت ضفت لها ملون تاع الفريز، وجهه نكلاصيها بالشوكولاته البيضاء. شوفوا سهله مهله، يعني اسهل من هذه الوصفه ما كانش. بالنسبه للديكور راح نجيب ورق الذهب ندهن قليلا فقط. شوفوا شتو في الوسط الحبه ندهن قليلا بالعسل وندير هذاك المربى. في الاخير وصفتنا لنهار اليوم ها هي امامكم. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. وصفه قمه بزاف بنين، ما عندي ما نقولكم في هذه الوصفه. جربوها وردوا لي بالخبر. ونقولكم اذا راكم تشوفوا في الفيديو هذا في الصباح صحه سحوركم وصحه فطوركم.